ميكس خطير ما بين البسبوسه والشكلمه، حلا سهل وسريع ومش هياخد منك مكونات كتير. بكوبايه واحده من دقيق السمولينا هتعملي احلى حلا سهل التشكيل بدون مكونات وبدون كمان الات ولا اي حاجه خالص. بجد سهل وسريع، وشايفين الطراوه بتاعته خطير وكمان طعمه خطير. ميكس كده حلو قوي. يلا كده نقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجه الكوبايه اللي هتشتغلي بيها كل المكونات ايا كانت كوبايه معياريه او كوبايه المطبخ العادي، نشتغل بيها بنفس المقدار بنفس المقادير، بعير بنفس الكوبايه. بجيب بوله وبحط فيها كوبايه من دقيق السمولينا العادي بتاع البسبوسه، كوبايه من جوز الهند، كوبايه من الدقيق الابيض، عندي معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر. بقلب المكونات الجافه كلها مع بعض كده وبركنها. بعد كده ببتدي ان انا احضر المواد السايله. بجيب نص كوبايه من السكر، بحط كمان نص كوبايه من الحليب ونص كوبايه من السمنه على زيت او سمنه بس او زيت بس، ويستحسن زبده على سمنه. وبعد كده بديها تقريبا لحد لما اتاكد ان السكر داب تماما. في الخطوه دي للاسف المقطع اتحذف. بعجن المواد على بعض كده، هتتعجن معايا مجرد ان الدقيق يختفي وبس كده. ببطل ان انا اعجن فيها، مجرد بس ان الدقيق بس او المواد الجافه تختفي ببطل فيها ان انا اعجن فيها. بتعامل معاها كاني بتعامل مع بسبوسه، يعني ما بتتعجنش كتير. وبعد كده بجيب الصاج وادهنه ماده دهنيه، وابتدي ان انا اكور بقى العجين بقى على قد كل كده كوره، لقد ليمونه صغيره، على حسب برضو الحجم اللي انت عايزه الحله بتاعك يبقى عامل حجمه عامل ازاي. ابتديت ان انا اكورها، شايفين العجينه ما بتلزقش في الايد وجميله ازاي. ببتدي ان انا اخلص كل الكميه، وابتدي ان انا اسيب مسافه ما بين القطعه والتانيه علشان بتنفش معايا شويه في الفرن. وبدخلها الفرن على درجه حراره 180، يا دوبك بتقعد من ربع ساعه لتلت ساعه. بحضر بقى السيرب، كوبايه ونص من السكر وكوبايه ونص من الميه وعصره نص ليمونه، برفعهم على النار لمده بس 10 دقائق. وبعد كده بطفي عليهم. الحلى بتاعي طلع، اول ما بيطلع وهو ساخن بس السيرب يكون دافي، ما يكونش ساخن قوي، يعني يا دوبك يكون دافي والحلى يبقى معايا ساخن. بس بيه كده اهو في نفس الصينيه، واسيبه لحد لما يتشرب لمده 5 دقائق او 10 دقائق. وبعد كده ببتدي ان انا اقدمه. طراوه وريحه تجنن. جوز الهند مع الحلى ده خطيره، بتدي ريحه مختلفه خالص. ميكس كده خطير ما بين البسبوسه والشكلمه، بجد خطيره وطعمها حلو جدا. شايفين الطراوه عامله ازاي؟ مش ناشفه تماما، زي كده ملمس الهريسه او البسبوسه او الشكلمه، يعني ميكس كده خطير. جربوها هيعجبكم جدا، وكمان مش هياخد منك وقت حرفيا، وتحضيره بيبقى سهل وبسيط. رب النهارده يكون الفيديو عجبكم، ما توحشون الفيديو الجاي. استودعكم الله.